اختم مع حضراتكم ببوست كتبه المخرج المصري عمر زهران. عمر كان في زياره، قاعد اتابعه على الفيسبوك، كان في زياره للمغرب، مهرجان من المهرجانات، وكان عامل ده عمر زهران وممثل بعض الادوار اللي كمان لقت قبول للناس، يعني انه مواطن شريف. فلما كتب ده كان مليء بالحرقه. اسمع عمر زهران، قلت لك انا شوف المغاربه بيشتكوا قد ايه. بص عمر بقى وهو بيزور المغرب قال لك بصراحه ومن غير زعل وبموضوعيه شديده. بص ده للاسف هو اصعب ختام لحلقه اليوم يا جماعه. اتمنى ان يتقبل مني البعض واقعيه هذا البوست ومحتواه. يا جماعه احنا في مصر بنعاني من جهل شديد لما آلت اليه بلدنا مقارنه بمن حولنا من الدول الاخرى، وهذا ما اكتشفته خلال زيارتي الحاليه لدوله المغرب الشقيقه، بعيدا عن احتفاظهم واعتزازهم بالطابع الشرقي في كافه مناحي الحياه. ولن اتحدث عن طيبه ورقي وتحضر وكرم الشعب المغربي، انا في ذهول من شياكه وبساطه الناس في الشارع. ومش عايز اكلمكم عن الاحياء الفقيره والبسيطه اللي شفتها، وانبهرت بمستوى النظافه وروعه التفنن في طلاء المنازل والبيوت بالوان بسيطه ومبهجه ومريحه للعين والقلب والروح. بيتكلم على المغرب اللي هي لا تقل يعني نفس وضعنا من الفقر يا جماعه، ومش عيب. ولا يمكن تلمح في احيائهم اي مظهر يؤذيك او اي شيء عشوائي. ومش هكلمكم عن الستات المحجبات بهدوء وبساطه ورقي، وملابسهم اللي بدون تقاليع رخيصه او تماحيك في الالوان الصاخبه. ولا يمكن ان انا اغفل اناقه السائقين التي تشبه اناقه نجوم هوليود. ولم اسمع كلمه كل سنه وانت طيب ولو لمره واحده، ناهيك عن رائحه العطور والبرفانات التي تمتعك وانت تجلس بجوار السائق. اما عن المطاعم فانا اقسم بالله العظيم بقول لكم انها انظف من مطاعم اوروبا، والحمامات تفوح منها رائحه معطرات ومطهرات. وفي ابسط قهوه بلدي تترقص امام عينيك الصواني النحاسيه وهي تحتضن الاكواب الزجاجيه التي يبرق لمعانها ويخطف عينك، والبراد الفضي الذي يشع نورا من شده نظافته وكانك اول من يلمسه ويستخدمه، ورائحه النعناع الاخضر التي تفوح مع بخار الشاي الاخضر فتشعر بانك تمارس طقوس الروحانيه. اقسم بالله العظيم ان شوارع مدينه الرباط وطولة مده الاقامه لم المح ورقه زباله في شوارعها اللي بتبرق من النظافه. وعندما اسال اي من المغاربه عن سر نظافه الشوارع ينظر لك مندهشا ولسان حاله يقول وما العجيب في ذلك انه امر عادي. يا جماعه احنا انتفضنا جميعا لكرامتنا كمصريين بسبب كلمات تفوهت بها سفيهه الكويت على مصر والمصريين، وتوحدنا جميعا في غضبه وصرخه عاليه سامعها كل العالم العربي. يا جماعه خلينا واقعيين، احنا ليه هاين علينا بلدنا كده؟ ولماذا لا ننتفض من اجل نظافه شوارع ومباني وواجهات محلات المحروسه؟ يا جماعه سبب نكسه السياحه في مصر مش شماعه الارهاب، احنا لم نعد بلد سياحي، لا شوارعنا ولا محلاتنا ولا نظافتنا تليق ببلد سياحي، ولا حتى سلوكياتنا واخلاقياتنا وضمائرنا مع ضيوفنا ليها علاقه بالسياحه. انا مش فاهم احنا ليه مستسلمين لهذا الوضع. المجالس المحليه في مصر وفسادها وفساد رؤساء الاحياء ورؤساء المدن والمحافظين، طبعا عمر كاي مواطن شريف بيجيب اللي تحت وانا يعني ما بيجيبش اللي فوق، والسمكه تفسد من راسها. احنا ليه ساكتين على المجالس المحليه وفساد رؤساء الاحياء ورؤساء المدن والمحافظين؟ دمروا مصر الجميله. اقسم بالله العظيم كل من ياتي لمصر يخرج منها شاكيا باكيا، ولولا عشقهم لمصر كبلد ما دخلوها. اقسم بالله العظيم كل من يذهب لمنطقه الاهرام او الحسين يقسم انه لن يعود مره اخرى. انا بحب بلدي جدا وعندي غيره شديده عليها، ومن هذا المنطلق بحزن جدا جدا لما اشوف دوله زي المغرب لا فيها بترول ولا تلت اثار العالم في بلد واحده من بلادها زي مدينه الاقصر، وده بيبقى حالها وكانها قطعه من اوروبا. مش فاهم هو ربنا غضبان علينا ولا ايه؟ طبعا مش فاهم ايه. طبعا مش المفروض نثور على الغير ولا نثور على انفسنا وعلى سلوكياتنا وعلى حال الوساخه اللي مالت شوارع مصر؟ واللي مش مصدقني انا جاهز اخده في جوله وافرجه بنفسي. اكتر من 100 حزب في مصر ولا حزب واحد يتبنى قضيه الزباله ويدعو المصريين جميعا للمشاركه في نظافه البلد. لو ما نجحناش في القضاء على الزباله مش هننجح في اي شيء اخر، ولله الامر. وياتي ابن العدل سليل عيله التعريض يقول لك بعض الاخطاء. الله غالب.